السلام عليكم ورحمة الله، وياكم أحمد ربيع. اليوم راح أتكلم بخصوص الجيل بريك. شنو مشكلة الجيل بريك؟ شباب، مثل ما تعرفون ونعرف سابقا، وكثير من الناس التقنيين يعرفون كلش زين انه شركة ابل لها حصة بالسيديا. شلون يعني لها حصة بالسيديا؟ يعني انت لما شركة ابل تبيع ايفون، جهاز ايفون، كثير من الناس تعتمد على مبدأ السيديا، يعني تسوي جيل بريك حتى تستفاد من البرامج. طبعا هذه الخطوة كانت تسويها ابل لما كان الابل ستور، يعني الماركت مالته، السوق، كان بيع البرامج بها قليل. الآن يعني وضعوا خطة عمل جديدة إلى أنه يزيدون مبيعاتهم للبرامج. فصاروا شنو اللي يسوون؟ مكان ما يبيعون أدوات داخل السيديا من البيج بوز وغيره، صاروا يبيعون تطبيقاتهم اللي موجودة بأبل ستور. أنا تابعت هالشي، لاحظت أنه يعني حتى هم بتقاريرهم مبيعاتهم ارتفعت إلى مليارات الدولارات، يعني بسنة أو سنتين منذ إلغاء الجيل بريك. الظاهر انه الجيل بريك يعني ما عاد يوفر، يعني ما عاد يكفيهم ماديا او شيء، فلغوه. فلحد الان مثل ما نلاحظ انه اصدار اللي 9.3.9.3.1 او 9.3.5 لحد الخمسة، الجيل بريك يعني كله مقيد. بعد ما تعمل ريستارت يروح، او تنطفي الجهاز يروح الجيل بريك، وترجع تنزله مرة ثانية. لكن خليني انصحكم نصيحة. صحيح انه احنا نشتري الايفون يعني كجهاز، انه يكون جهاز خالي من التعليقات واللاج وكذا، بس صدقوني اذا يعني تردون حل مناسب، تخلوا عن الجير بريك ونزلوا برامج بفلوس. طبعا البرنامج اللي تشتروه مو خسارة. يعني انت الان عندك ايفون، مثلا ايفون 5، وبعدها ايفون 6 وايفون 7. انت مجرد ما نزلت البرنامج على حسابك، هذا البرنامج راح يظل بحسابك طول العمر. هذا الحساب اللي عندك بالابل ستور، الاي دي مالتك، الايميل. فانت مو خساره. يعني انت الان اشتريت برنامج تصميم صور مثلا سعره 4 دولار، هذا بعد انت سنه او سنتين او ثلاثه او اربعه لا تشتري ايفون 15، هو يظل هذا بحسابك موجود، ويظل اخر تحديثات تنزل له، ويصير تطبيق مجاني. فنصيحه، كارت ايتونز ب 15 دولار يحل لك مشاكل الجيل بريك. تشتري البرامج اللي تحبها والالعاب، يعني تشتري هاي الحزم مالت الالعاب، الكلاش والجواهر وغيرها، كلها بدولارات قليلة. انا ما افزع لشركة ابل، لكن حتى تتخلص من عقدة الجيل بريك اللي ننتظرها. صارنا انا من الناس اللي احب الجيل بريك، واول ما ينزل الجيل بريك الغير مقيد، يعني الرسمي، راح انزله على جهازي. لكن يعني ما اخفيكم الامر انه اني من الناس حاليا اللي اشتريت بطاقات ايتونز. صرت مشتري بطاقة يمكن 30 دولار، ل 30 دولار يعني معبي ما قيمة 30 دولار. اشتريت بها البرامج اللي احبها. حاليا ما يعني لي شي الجيل بريك. وانتو جربوا شوفوا على الماركت وشوفوا وجهة نظري. وان شاء الله بانتظار اطلاق الايفون 7 اليوم الساعة 8 بتوقيت بغداد. واي استفسار انا حاضر، اخوكم احمد الربيعي. تابعوني على قناتي على اليوتيوب المحترف العراقي احمد الربيعي، وصفحتي على الفيسبوك المحترف العراقي احمد الربيعي. ودمتم في امان الله.